الزمالك ونهائي الكونفدراليه يا جماعه، والمباراه هتبقى يعني ناريه. اوعى تتخيل ان جمهور نادي الزمالك العظيم مش هيولع الاستاد، مش هيزين، مش هتلاقي كرسي، مش هتلاقي موضع لقدم. لو ترمي كده بيقول لك السكر ولا مش عارف ايه، ما فيش حبايه تنزل. الاستاد هيبقى مليان جمهور عظيم، جمهور هيبقى موجود. مباراه صعبه جدا 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 للزمالك، وصعبه جدا جدا لنهضه بركان. نهضه بركان فاز بالشوط هناك 2-1. مباراه العوده بقى هنشوف اللعيبه هتتحمل ضغط الجماهير ولا لا، ولا هنشوف النادي الزمالك رؤيته ايه. هينزل يحط نهضه بركان في نص ملعبه ويحاول يختار بدري عشان يطمئن ويطمن نفسه ويطمن جماهيره، ويحاول يخلص الجيم من بدري. لان كل ما الوقت عدى كل ما نادي الزمالك بيتأزم، كل ما نادي الزمالك بيلعب مستعجل، كل ما نادي الزمالك بيتأخر في إحراز الهدف، كل ما ده بيدي فرصة لنهضة بركان إن هي تزيد. ومعين الشعباني الحارس المدرب الجامد جدا، معين الشعباني بيعرف يدير المباراة كويس، درب في مصر ودرب أندية مصرية وعارف الكرة المصرية وعارف نادي الزمالك كويس قوي. أنا بقول كل ما بنجيب جول بدري، وده اللي نتمناه ان شاء الله، ان شاء الله نجيب جول بدري، معناه انك انت بتخرج نهضه بركان، معناه انك بتقول لهم افتحوا خطوطهم لانه هيحاول يفتح ويحاول يجيب جول. لا انا بقول اهو لسه قاعده الهدف بره الارض مهمه جدا، وهدف سيف الدين الجزيري في مباراه الذهاب يعني مش ممكن. ده يعني هديه كبيره جدا في اداء سيء جدا من الزمالك. شفناه الشوط الاول مش موجود، لا شفنا فتوح، لا شفنا حسام عبد المجيد، لا شفنا سامسك اكنولا، لا شفنا احمد حمدي. في لعيبه كتيره جدا اختفت. عايزين مباراه العوده بقى نشوف انت بتلعب بالثقه، انقل كويس، حاول تنهي الهجمه بشكل كويس، خلي الكوره في رجلك تبقى غاليه مش رخيصه انك تضيعها سهل، اللمسه تطلع صح، مفيش اخطاء. الاخطاء مرفوضه في هذه المباراه، الاخطاء ممنوعه في هذه المباراه، لان المباراه بتحمل بطوله كبيره زي الكونفدراليه، بطوله اقل شيء للجماهير العظيمه، اقل شيء اللعيبه تقدمها لنفسها والجماهير والمجلس الاداره. بطوله انك انت البطوله دي ماديا هتفيدك، حتى كمان في السوبر الافريقي هتلاقي نفسك لا معنويا، واللعيبه هتدخل هتلاقي بطوله ورا بطوله للزمالك وجماهيره بترجع تاني. فاتمنى بدايه جوميز مفيش تاليف خالص، مفيش تاليف. اهم حاجه تامينك الدفاعي، لازم تامن كويس، لان ممنوع يدخل فيك جول. انت المفروض انت تنزل اول ربع ساعه تخطف، لازم كل سيناريو يكون مترتب. اول ربع ساعه ازاي، اذا جبت جول الربع ساعه اللي بعدها، نص ساعه، اذا لا قدر الله لا قدر الله دخل في الجول هتعمل ايه، هتنهار ولا لا. نشوف احمد حمدي، عايزين نشوف فعاليه، عايزين نشوف زيزو، عايزين نشوف زيزو يا جماعه يبقى قوي على الكوره، عايزين انهاء هجمه بشكل كويس، عايزين نشوف سيف الدين الجزيري اذا كان هيبقى موجود. سامسك اكنولا الواد ده انا بقول عليه لعيب والله، بس مش متوظف صح. سامسك اكنولا بيلعب تحت راس الحربه ولعيب محطه كويسه جدا، بس انت المفروض تنهي الهجمه بشكل حلو. حسام عبد المجيد والتاليف اللي عمله، فتوح الفحل اللي غسله، يرد له بقى يقول له لا ده انا في مصر او الماتش اللي حصل في المغرب كنت انا مش فايق، فانا الحين موجود. لاعيبتنا لازم تفوق في الماتش ده، لاعيبتنا انا عارف الله يكون في عونهم، في بعض اللعيبه ما شافتش الجماهير، هتشوف مشهد عمره ما شافته، هتشوف مشهد عظيم، جماهير بتشارك نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك، والتشجيع يحرك الصخر. فنتمنى المباراه تنتهي بدري، نتمنى الكرة تبقى غالية، في حالة الهجوم نحافظ على الكرة وننهي هجمة بشكل صحيح، الكرة تبقى عزيزة في انك انت تنهي الهجمة، ما تبقاش تضيع وتقول لا لسه معانا وقت معانا وقت معانا وقت، تعرف الموضوع انتهى. تحاول تنزل تخلص هدف بدري، تحاول تعززه ان شاء الله بهدف كمان، تخرج نادي بركان، لان نادي بركان هتعمل ايه؟ دفاع منطقة ومرتدات، دفاع منطقة ومرتدات، ده اللي هيلعبوه. حتى هناك كانوا خايفين منك، سابوا لك الاستحواذ، انت كان عندك الاستحواذ هناك وكان عندك ممكن تلعب، نادي بركان كان خايف منك، انت اللي ما قدرتش تستغل فرصه الخوف ده. بالعكس انت اللي ما كنتش فايق، حسام عبد المجيد بسطت فتحوا له كلها ضايعه، نص ملعبك ما شفناش، لا شفنا محمد شحاته اللعيب الوحيد اللي كان بيقاتل، نبيل عماد دونجا. عايزين نشوف في نظام في نص الملعب، في لعيبه واقفه صح، تمركز صح دفاعيا وهجوميا. عايزين نشوف زيزو، عايزين نشوف مين اللي هيلعب يا جماعه كمان، عايزين نشوف الشكل الهجومي لنادي الزمالك يا جماعه. يعني مع احترامي الشديد، احنا سيف الدين الجزيري هيلعب فين؟ هيلعب بسامسونج اكنولا، هيلعب براس حربه واحد ولا لا؟ مين الثلاثه اللي بنص ملعب من الاربعه؟ يعني يبقى في شكل لنادي الزمالك. طبعا المباراه بقول عليها نتمناها ان شاء الله، نتمناها احتفاليه، نتمنى الزمالك يفوز ان شاء الله. وبرضه لازم اقول بين اشقاء مصر والمغرب واحد، مش عايزين كرة تخسر اخلاقنا، مش عايزين تخسرنا في بعض، كفايه الخسارات اللي احنا خسرناها الايام اللي فاتت.
فنتمنى ان شاء الله التوفيق لنادي الزمالك، نتمنى المباراه ان شاء الله تكون ممتعه كده وحماسيه ونادي الزمالك يخلصها بدري، نتمنى الجوميز انه ما يالفش لان التاليف ممنوع، نتمنى الدفاع نادي الزمالك خصوصا حسام عبد المجيد واللاعيبه المسلوسي واللاعيبه ان شاء الله هتكون موجوده ان شاء الله بشكل احسن من كده. عايزين نشوف نادي الزمالك لعيبه الاخطاء ممنوعه، التاليف ممنوع يا جوميز، لان دي البطوله الوحيده اسهل بطوله لنادي الزمالك، الفرقه الوحيده اللي لعبت نادي الزمالك بتلعب كوره هي نهضه بركان، انت ما لعبتش فرقه حتى بمستوى نهضه بركان انا في وجهه نظري متواضع، لكن فرقه مع مدرب معين شعباني بيعرف يلعب كوره حلوه، لعيبه بتعرف تتمركز، لعيبه خططيه حلوه، نهضه بركان بيلعب خطه، لعيبه فرقه بتوصل دايما النهائي يمكن في الفتره الاخيره اكتر فرقه فازت بالكونفدراليه، ففرقه بتعرف تفوز بالبطوله ازاي، وده اللي بيميز نهضه بركان. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك، نتمنى التوفيق، نتمنى الاعداد كويس، واذا عجبك الفيديو لا يشوفكم من والضغط على زر الجرس. السلام عليكم.